اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف، وهو تعشير السيارات ديال المغاربه المقيمين بالخارج اللي عندهم النيه باش يرجعوا نهائي للمغرب. ميزه التقدم او الفيسمو بالفرنسيه. بزاف ديال الناس من المهاجرين المغاربه ما كيعرفوش هذا القانون ولا كيفاش يستافدوا منه. غادي نشرح لكم شنو هو نظام التقادم، شكون هما اللي يقدروا يستافدوا منه، شنو هما الشروط، وكيفاش ديروا الاجراءات. وغنعطيكم امثله عمليه باش تفهموا كيفاش تحسبوا الرسوم يعني بنفسكم. المعلومات اللي غادي نعطيكم مبنيه على النصوص الرسميه لاداره الجمارك المغربيه. ومع ذلك راه كننصحكم دائما تاكدوا من اخر التحديثات قبل ما ديروا اي اجراء، او تتصلوا بالرقم الخاص بقناه الديوانه المغربيه على الواتساب اللي هو 06 01 06 08 24. لكن قبل ما نبداو، شكرا لكل متابعي قناة الديوانة المغربية، ومرحبا بكل متابع جديد. شاركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، بارطاجوا القناة باش تعمل فائدة، خليوا لنا سؤال أو تعليق. غادي نبداو بالأساس. شنو هو نظام التقدم اللي كتوفروا الديوانة المغربية للمغاربة العائدين نهائيا للمغرب؟ فاش واحد المغربي المقيم بالخارج كيرجع للمغرب ومعاه الطوموبيله ديالو، السياره ديالو، وبغى يعشرها، الديوانه كتحسب ليه القيمه الضريبيه ديال السياره على اساس عمرها الحقيقي. لكن القانون كيعطي واحد الميزه كبيره للمغاربه المقيمين بالخارج اللي راجعين رجوع نهائي للمغرب، وهي التقادم في السياره لمده 3 سنوات. وهذا كيعني تخفيض من الثمن الحقيقي للسياره وهي جديده بنسبه 25%. هذه الميزه كتسمى نظام التقادم او فيسمو دو فيكول. وكمثال، الا كانت السياره ديالك عندها شهر واحد فقط من الاستعمال، الديوانه غتحسبها لك بحال الا عندها اكثر من 3 سنين. هادشي كيعني التخفيض كبير في الرسوم والضرائب اللي غادي تخلص الديوانه. وباش نفهموا مزيان، اي سياره كيف ما كان النوع ديالها او الموديل او التيب، الديوانه دير عليها في بنك ديال الام سي في، وهو نظام معلوماتي خاص بتعشير السيارات. كل دير عليها واحد القيمه، يعني الثمن وهي جديده. وهو علاش كتبازي ملي كتبغي تعشر اي سياره سواء جديده او قديمه. وقد ما كانت السياره قديمه، الديوانه كتخفض الثمن بنسبه محدده، وهذا شيء طبيعي، لان حتى انت ملي كتبغي تمشي تشري واحد السياره من عند شي سمسار، راه ما غاديش تشري سياره جديده بثمن سياره قديمه، لا، كاين اختلاف. مثلا السياره اللي عندها اقل من عام، الديوانه دير لها نسبه ديال التخفيض 0% من الثمن الاجمالي ديالها. السياره اللي عندها ما بين عام ونهار حتى العامين، نسبة التخفيض 10% من الثمن الأصلي ديالها. السيارة اللي عندها ما بين عامين ونهار حتى ل3 سنين، نسبة التخفيض 20% من الثمن الأصلي ديالها. والسيارة اللي عندها ما بين 3 سنوات ونهار حتى ل4 سنوات، نسبة التخفيض 25% من الثمن الأصلي ديالها. الثمن الأصلي الديوانة بطبيعة الحال مقوماه على حسب يعني السوق العالمية ديال السيارات. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيخدم هذا النظام بالأرقام. كناخذوا مثال. مثلا تخيلوا سيارة عندها او الثمن ديالها 400 الف درهم، وعندها دابا عام ونص، يعني الثمن ديالها جديد 400 الف درهم، ودابا عندها عام ونص من الاستعمال. كيف قلنا، الديوانه بطريقه يعني اوتوماتيكيه كتحسبها بحال قديمه وكتحيد منها 10% من الثمن ديالها. دونك كناخذ الثمن ديالها الجديد اللي هو بدون تسهيلات دابا هنا 400 الف درهم، وكنديروا لها الخصم ديال 10%، 40 الف درهم، كتبقى لنا القيمه ديالها هو 360 الف درهم. دونك الثمن ديال هاد السياره بعد ما دوزت عام ونص ولا الثمن ديالها كيسوى 360 الف درهم، يعني 36 مليون. وكنعرفوا بان الضريبه التراكميه ديال تعشير السيارات هي 41.3%. الضريبه التراكميه وهو المجموع ديال الضريبات كاملين، وها العمليه كيف كتشوفوها في الشاشه، يعني 17.5% زائد 0.25%، بين قوسين كنضربوها في 20%، وكنزيدوا لها 17.5%، 20% زائد 0.25، وكتخرج لنا 41.3%. بطبيعة الحال بعض الناس يتسائلوا اشنو هي ديك 17.5 زائد 0.25%. هذيك هي القيمه ديال الضريبه ديال لاتيفيا، لان اي ضريبه كتخلص لاتيفيا. السياره غادا تعشر دابا
الثمن ديال 360,000 درهم كنضربوها في 41.3% وكتعطينا 148,000 درهم و680. يعني المبلغ ديال التعشير هو 14,868,000 فرنك. هذا هو ثمن التعشير ديالها. غادي نشوفوا دابا الطريقه ديال التسهيلات اللي كتعطي الديوانه، الطريقه ديال التقادم. نفس السياره، يعني السياره اللي جديده كتحسب ب 400,000 درهم، غادي يدير لها دابا خصم ديال 25%. علاش؟ لان السياره غادي تزاد لها ديك عام ونص، تزاد لها 3 سنين، لان عطينا الاقدميه 3 سنين، كتولي السياره عندها 4 سنين ونص. دونك الخصم غادي يولي 25% من الثمن ديالها، في عوض 40,000 درهم اللي تنقصت منها غتنقص منها دابا 100,000 درهم، وكيولي الثمن ديال السياره هو 30,300,000 درهم. دونك كناخذوا ديك 300,000 درهم وكنضربوها في 41.3%، وكتعطينا 123.900، يعني 12,390,000 فرنك. كيف شفنا نفس السياره، ولكن الفرق في مبلغ التعشير راه مهم. بحكم الا خدينا 148,000 درهم و680 ونقصنا 123,000 درهم و900، كتبقى لنا 24,000 درهم و780، يعني 2,400 و 4,780 درهم اللي كيربح المغربي المقيم بالخارج واللي راجع رجوع نهائي للمغرب. وقد ما كانت السياره جديده قد ما كتكون نسبه الربح مرتفعه. هذا النظام جا باش يشجع المغاربه المقيمين بالخارج باش يرجعوا للمغرب ويساهموا في الاقتصاد الوطني بلا ما يتحملوا اعباء ماليه كبيره. دابا غندخلوا لتفاصيل مهمه. باش تقدر تستافد من هذه الميزه خاصك تحترم شروط معينه. الشرط الاول وهو واحد المده ديال العمل بالخارج مده 24 شهر. هذا الشرط جديد ومهم بزاف، خاصك تكون خدمتي بالخارج مده 24 شهر على الاقل. وهذا الشيء كيشمل الموظفين والعمال، سالاري، تجار، لي كوميرسون، اصحاب المهن الحره يعني بروفيسيون ليبرال. وإلا كنتي دبلوماسي او طالب او عامل موسمي راه ما يمكنش تستافد من هذه التسهيلات نهائيا. كنعاود نكرر، الا كنتي دبلوماسي او طالب او عامل موسمي راه ما يمكنش تستافد من هذه التسهيلات نهائيا. الشرط الثاني نوع السياره. السياره السياحيه فقط الشخصيه اللي كتستافد من هذا الامتياز، يعني لي فواتور توريزم. الشاحنات الصغيره، الفورغونيطات ولا الموتوسيكلات ما كيستافدوش من التخفيض او التقادم. الشرط الثالث السياره خاصها تكون عندها اقل من 3 سنين باش تستافد من التسهيلات. السياره اللي عندها 3 سنين او اكثر ما كتستافدش من هذه الميزه الاضافيه. يعني الا جبتي السياره عندها فوق 3 سنين حتى ل 5 سنين ما غاديش تستافد من التخفيض، ولكن تقدر تعرجها يعني بالنسبه للعاديه. الشرط الرابع المده الزمنيه للاستيراد. هنا معلومه مهمه بزاف، خاص تجيب سيارتك للمغرب في مده 6 شهور من تاريخ الرجوع النهائي ديالك للمغرب. يعني دخلتي انت في شهر واحد، الماكسيموم ديالك في الاول ديال شهر واحد، الماكسيموم ديالك في الاخر ديال شهر 6. خارج شهر 6 مابقاش عندك الحق تجيب. مثلا كاين شي ناس كيبغيو يجيو للمغرب عاد تجيب السياره ديالهم تبعهم تكون باقا دوبل في. داخل 6 شهور خصك تجيب السياره ديالك. خارج 6 شهور مابقاش عندك الحق تستافد من هذه المساله. يعني داخل 6 شهور يعني ابتداء من تاريخ الرجوع ديالك انت للمغرب خاصك تجيب سيارتك من تاريخ الرجوع النهائي ديالك للمغرب انت. بطبيعه الحال الشهاده اللي غادي تجيب غادي نشوفها في الاخر هي كتحكم على تاريخ نهائي الرجوع ديالك للمغرب. هذه الاستفاده كتكون مره واحده في الحياه. هذه الميزه كتعطى غير مره واحده في الحياه. الا سبق لك استفدتي منها ما يمكنش ترجع تستافد منها مره واحده اخرى. فاش تجيب السياره للمغرب يمكن تدخلها بنظام الدخول المؤقت، يعني القبول المؤقت لمده 6 شهور، ولكن خاص تكمل الاجراءات ديال التخليص قبل انتهاء هذه المده. راه ما كاينش حتى استثناء بعد انتهاء المده. هاد الشروط ماشي اقتراحات، ولكن راه قوانين صارمه والديوانه كتحقق منها بواحد الدقه كبيره. دابا غنشوفوا الوثائق اللي خصك تجيب. اول حاجه الطلب الرسمي. خاصك تعمر واحد الاستماره رسميه وتقدمها لمصلحه الجمارك ديال المنطقه اللي غتسكن فيها. هذه الاستماره لازم تكون معمره بواحد الدقه ومسين عليها، وراه غنخلي لكم هذه الاستماره في التعليق المثبت. ثانيا شهاده تحديد الهويه، يعني سيرتيفيكات ديدونتيفيكاسيون. هذه الوثيقه خاصها تكون بنسختين وكتخرج من مركز التسجيل ديال السيارات، يعني سيرفيس ديميل في المنطقه اللي كنتي ساكن فيها او غتسكن فيها. هذه الوثيقه كتحتوي على كل المعلومات التقنيه ديال السياره. ثالثا شهاده تاخير الاقامه، وثيقه مهمه بزاف وهي شهاده من السلطات ديال اخر مكان كنتي مقيم فيه. كتاكد انك غادرتي البلاد نهائيا. بلا هذه الوثيقه ما يمكنش تثبت ان الرجوع ديالك نهائي للمغرب. اثبات العمل لمده 24 ساعه 24 شهر عفوا. بطاقه او عقد العمل، بطاقه التاجير، تاشيره الاقامه بالخارج لاكثر من 6 شهور،
أي وثيقة تثبت الوضعية الاجتماعية والمهنية بالخارج. هذه الوثائق خاصها تكون أصلية ومصدقة رسميا، يعني ليغاليزي، ولا تكون يعني عندها تصديق من بلد المهجر اللي كنتي فيه. ما بقاش هذيك القضية ديال لي فيش دو باي كوفرون اون بيريود دو موان 12 ans pour les salariés ou des justifications de déclaration des impôts dernière année pour les commerçants et les professionnels libéraux. ما بقاتش، يعني دوك الوراق اللي كانوا جايبين معاك، دوك الوراق ديال الخلاص ديالك اللي كتغطي تقريبا عامين ديال بالنسبه للناس اللي صالاري، دوك الناس المهمين، دوك اللي كيتخلصوا، ولا الناس اللي يعني خدامين في شركات. ما بقاتش. وما بقاش القضيه ديال الديكلاراسيون، التصريح ديال الضريبه ديال العامين بالنسبه للناس اللي خدامين في التجاره او اللي دايرين المهن ديالهم حره. هادشي راه حيدو، ما بقاش. واحد النسخه من وثيقه الدخول المؤقت، يعني ديك الورقه الخضراء اللي كتاخذها فاش كتدخل سيارتك، وخاصها تكون بالاسم ديالك، وبطبيعه الحال البطاقه الوطنيه، لا كارت ناسيونال، وفاكتوره الا كانت السياره يلاه عندها 3 شهور او اقل من تاريخ الشراء. جمع كل هاد الوثائق من وصول المغرب، تاكد من ان كل الوثائق صالحه ومقروءه. خلي معاك نسخ اضافيه من كل وثيقه. اذا كانت الوثائق بلغه اجنبيه من غير العربيه او الفرنسيه، ترجمها عن الترجمان المحلف. احتفظ بكل شيء في ملف منظم مرتب. اجراءات اللي خصك دير خطوه بخطوه. اول حاجه، قبل ما تسير المغرب تاكد من جمع كل الوثائق المطلوبه. تحقق من ان السياره ما فيهاش الكريدي، يعني السياره ما مشريش بكريدي. تقدر تحسب التكلفه الرسوم يعني من البرنامج ديال الام سي في، او شوف الفيديو اللي كاين في القناه ديال التعشير، يعني اللي راني ندير واحد الفيديو خاص. شوفوا تعرف الطريقه باش كيفاش دير الطريقه باش تعرف شحال تقدر تخلص الديوانه ملي تدخل. ملي تجي المغرب السياره ديالك خصها تدخل تحت نظام القبول المؤقت. احتفظ بكل الوثائق اللي غادي يعطيوك الديوانه. سجل تاريخ الدخول لانه مهم للمده ديال 6 شهور. اجراءات عند الديوانه، ملي تدخل يعني تمشي للمدينه ديالك، غتمشي لعند اقرب مركز ديال الديوانه في المدينه اللي غتسكن فيها. وما يمكنش دير هذا الاجراء في اي مدينه واحده اخرى، يعني في المدينه اللي غتسكن. غتقدم ديك الاستماره اللي معمره اللي قلت لك غادي نخلي لكم في التعليق المثبت. والموظف تاع العملات تسلموا هذا الورق راه يراجع ويشوف واش عندك الحق تستافد من التطبيق ديال التقادم 3 سنين والخصم ديال 25% او لا. وغادي يحسب لك المبلغ بطبيعه الحال، وغادي يعطيك وثيقه، واحد الورقه باش تمشي تخلصوا. اما تخلصوا في التريزور، اما تخلصوا في شي بنك، ماشي مشكل. المهم خلصوا، ما كاينش تشري سبيس، مابقاوش تشدوا لي سبيس، ضروري تخلصوا في البنك ولا في الخزينه. الا غتخلص تعطيك واحد الورقه يعني شهاده تعشير، وديك الساعه تمشي تكمل الاجراءات ديالك عند سيرفيس ديميل، يعني المصلحه ديال نهار باش تكمل الاجراءات ديالك اللي كتبقى باش تخرج يعني الكارت كريز ديالك، يعني ديال المغرب، تسجيل السياره في المغرب. هذا الاجراء تقريبا كياخذ من نهار حتى لسيمانه. ما تنساش، ما تبقاش يعني راه عندك 6 شهور، ما تبقاش تاخر وقت عاش باش دير الاجراءات. راه ممكن الوقت ما يدركك، ما تقدرش. وتواصل مع المصلحه ديال الديوانه قبل ما تجي للمغرب باش تاكد من التحديثات والقوانين الوثائق المطلوبه، او اتصل بقناه الديوانه المغربيه باش تعرف معلومات اللي ربما تجدد شي معلومه جديده. بعض المغاربه يعني المهاجرين المغاربه المقيمين بالخارج اللي كيرجعوا للجزائر كيوقعوا في اخطاء. من ضمن هذه الاخطاء مثلا كيبقى الواحد حتى كتقرب سالي ديك السرعه كينوض يبدا يجري بالاجراء. لا، الانسان خصو ينوض يقوم بالاجراء هو داخل ديك المرحله ديال السرعه، وباقي عنده قدام الوقت باش الوقت ما يدركوش، باقي عنده الوقت. بعض المواطنين كينساو الوثائق مهمه. بعض المواطنين او المهاجرين ما كيعرفوش بان السياره خص تكون عندك 3 سنين. راه لا فات 3 سنين ما كيبقاش عندك الحق، يعني داك الشيء كيبقى عندك راه صافي، ما بقاش عندك الاستفاده منه، تعاشر بطريقه عاديه، ما بقاش عندك الاستفاده. هاد التسهيلات كتعطى مره واحده في الحياه، ما يمكنش تعاودها. وهنا واحد الملاحظه مهمه، بعض الناس كيمشيو عند شي وسطاء غير مرخصين. لا، ما تمشيوش عندهم، وتاكدوا من المعلومات من المصادر الرسميه. وخلي عندك نسخه من كل وثيقه كتسلمها، خلي منها وحده، وما تاجلش الاجراءات كما قلنا حتى الاخر. في الاخير، التسهيلات ديال التقادم الخصم ديال 25% راه ميزه كبيره كتوفرها الديوانه المغربيه او الدوله يعني المغربيه كتوفرها للناس العايدين من الخارج نهائي. ولكن الاستفاده منها كتطلب تحضير جيد واحترام لكل الشروط. الا كنتم مخططين الرجوع النهائي للمغرب، بداو التحضير من دابا، جمعوا الوثائق وتاكدوا من توفر كل الشروط. الا كان عندكم سؤال او تعليق كتبوه في التعليقات وغنجاوبوا عليه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم المغاربه المقيمين بالخارج او الناس العزاز عليكم. هكذا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر مفيد. تبارك الله عليكم، والى اللقاء.